هتبقى إجابتك إيه لو سألتك هل من العدل إنك تعاقب واحد نيته سليمة وما كانش يعرف إن اللي عمله غلط؟ في مبدأ قانوني ثابت بيقول لا يعذر المرء بجهله، ومعناه إن الجهل مش عذر. لو عملت حاجة غلط حتى لو مش عارف إنها غلط هتتحاسب عليها. سايق في بلد تانية وعملت حاجة غلط وفقا لقانونها هتتحاسب عليها. لأن لو سيبنا الدنيا سداح مداح كل واحد يعمل حاجة غلط يقول ما أنا ما كنتش عارف، فالجهل كده هيبقى مفيد لصاحبه أكتر من العلم. ده احنا كلنا نبقى جهلة أحسن وأسهل بقى. في بداية معرفتي بالمبدأ ده كنت فعلا شايفه قاسي وغير عادل، لكن بغض النظر على اللي أنا شايفه مع المواقف والوقت أدركت إنه قاعدة كونية ثابتة وواضحة في الدنيا وفي نظام الكون. مثلا جهلك بعواقب انك تحط صباعك في الكهرباء مش هيخلي الكهرباء لما تعمل كده تقوم طالعه وقايله لنا خلاص يا جماعه ما كانش يعرف ونيته سليمه ادوله محاوله تانية. لا، هتتكهرب، عارف او مش عارف هتتكهرب. مثلا وثقت في شخص واذاك او سرقك هتدفع الثمن. انا عارف انك ما كنتش تعرف وانا كمان ما كنتش اعرف، وده فعلا شخص ابن 60 ومش تمام، وانت فعلا الضحيه تمام، لكن برضو هتدفع الثمن للأسف. وده مش عقاب ليك شخصيا على قد ما هو نظام يحكم الكون. هتضرب كورة مطاط في الحيطة اللي قصادك هترد في وشك، سواء تعرف او ما تعرفش. القانون الثالث لنيوتن بيقولك هترد في وشك. هتقولي اصل ما كنتش اعرف انها مطاط ودحلاب، هترد في وشك. اصل ما كنتش فاكر ان دي حيطة، هترد في وشك. اصل ما اعرفش نيوتن، هترد في وشك. اصل انا مولود ما بشوفش، هترد في وشك. الخلاصة لو ردت في وشك رجاء ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي، هي ماشية كده وده الواقع. اتعلم منه، عايز تغيره يا ريت والله، بس ما تقعدش تشتكي كتير وتعامل معاه سواء شايفه عدل او مش عدل. ربنا امر البشر بالعدل في الدنيا، لكنه ما وعدش انه هيضمنه في الدنيا، بل وعد انه هيضمنه في الاخره. ومن هنا لغايه الاخره انقذ نفسك عشان كله متكعبل ومحدش فاضي ينقذ حد.